الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد. أهلا بكم حبايبنا طلبة وطالبات سينيور 2 مع مراجعة الإكزام نايت أو الإكزام داي. هنقسمها لكذا بارت. هنتكلم على أول بارت عندنا. يلا بينا عشان نلحق وقتنا ونبدأ بالكويستشنز بتاعتنا. أول كويستشن عندنا بيقول، طبعا الأسئلة دي هي أسئلة امتحانات سابقة، تجميعة امتحانات خلال 10 سنوات سابقة أو أكتر. String vibrating as shown in figure and the wave is produced until it reaches to a person. طبعا دوت string خلاص، والstring بيطلع ايه؟ بيطلع sound، والsound يبقى longitudinal wave only. طيب laser beam reached to the surface of the moon due to its wave. ايه عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن electromagnetic doesn't need a material medium. اي question اللي بعده بيقول عندي when a person listens to radio، تسمع راديو زي الصورة ديت كده. The wave which reached from radio، الويف اللي وصلت لك من الراديو، الويف دي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن sound، والساوند هو عبارة عن longitudinal mechanical. تمام. طيب المثال اللي بعديه when a person listened to the radio as shown in the figure the wave which reached to the radio، خلي بالك هنا from the radio جات لك من الراديو، reached to the radio وصلت للراديو، اللي وصلت للراديو electromagnetic wave، يبقى هي عبارة عن transverse electromagnetic wave، فتبقى الانسر A. فتركز في حروف الجر وتركز from ولا to عشان هتفرق كتير قوي. Child threw a stone into a lake. He notes that the uniform circles are produced. اتكونت عندي circles on the surface of water. ده بسبب ايه؟ The stone becomes at rest after fall in the water immediately. The water molecules at rest. The water is the source of the vibration. Water is the medium to transfer the vibration. Water هيبقى الsource of the vibration. خلاص كده، يبقى الانسر عندنا هيبقى C. دوت مصدر الفايبريشن هو الماتيريال ميديوم ذات نفسه، يبقى اليونيفورم سيركل are produced on the surface of the water عشان هو السورس of the vibration، بجانب ان هو كمان الميديوم اللي هينقل الفايبريشن، بس هو عشان هيبقى السورس. طيب from the following graph the wavelength of the wave قد ايه؟ الويف لينث قد ايه؟ اقدر اخد complete oscillation من هنا لهنا، البداية 10 والنهاية 30، يبقى 20 سنتيمتر، يبقى 0.2 متر. question اللي بعده molecule M موجود عندي هنا، والويف هتخش عليه، يعني بعد لحظة هيطلع وينزل على الويف ديت. Which of the following figure represents the position of the molecule after 3/4 periodic time؟ بعد 3/4 periodic time هتكون الموجة او الموليكول دوت، الموجة ديت هتبقى هنا كده بالشكل ده، خلاص، لان هيحصل لها شيفتنج. 3/4 يعني بعد 3/4 الموجة، يعني الموليكول دوت المفترض هيبقى موجود فين؟ هيبقى موجود هنا تحت في الجزء ده. خلاص تمام. انهي انسر عندي بتحقق الكلام ده؟ الفيجر دوت. خلاص كده هتقول لي دي بعد ربع. لا يا حبيبي، هنا كان عندي كريست كاملة، خلاص عدى الكريست الكاملة ونزل على التروف، وهيبقى هنا بعد 3/4 3/4 ويف، وطبعا في موجة بتتكون تاني هنا كده ونازلة كمان وطالعة، فهيبقى الشكل عندي ان هو موجود في التراف بهذا الشكل.
اللي بعده two waves whose frequencies كذا وكذا 1 to 2 F1 F2 so the ratio between their wavelengths لما يقول كده يبقى على طول تحط لامدا 1 على لامدا 2 هتساوي frequency 2 على 1 فتبقى 2 to 1 يبقى ال correct answer 2 to 1. Dolphin communicate by emitting sound of frequency 150 kilohertz يبقى دي times 10 power 3. السبيد عندي بكذا ديت ال v يبقى الويفلنس تعويض مباشر السبيد over الفريكونسي يبقى 1500 على 150,000 تبقى 1 على 100. نتأكد برضو من الكالكوليتر 1500 على 150,000 يطلع 1 over 100 فتطلع 0.01 متر بهذا الشكل. طيب displacement may be than amplitude. الديسبليسمنت عمرها ما تبقى اكبر من الامبليتيود. اكبر ديسبليسمنت هي الامبليتيود فالديسبليسمنت دايما less or equal. when light travel from denser to less dense medium optical density يعني من more dense ل less dense يحصل له ايه refract away. طب maximum value للريفراكشن كام 90 degree انه يطلع tangent دي اكبر درجة في الريفراكشن. when light diffracts through a window عدت من window حصل لها diffract then the diameter of the window الديامتر السايز بتاع الويندو الدي لازم تبقى greater or less الويفلنس يا جماعة. خلاص كده فبيقول the diameter of the window multiplied frequency multiplied لما اضرب ده في الفريكونسي يديني ايه يديني light speed. خلاص كده velocity of light c. خلاص كده ماشي لازم طب ده ايه بقى الديامتر ايه لما اخد الديامتر اوف ذا ويندو مضروب في الفريكونسي يا ايكوال يا جريتر هيديني نفس الناتج بقى كده لما اضرب ده في الفريكونسي. تعالى كده اهو نبتديها تاني نرجع الكلام ماشي. انا عندي الديامتر يا جريتر يا ايكوال لما اضرب ده في الفريكونسي يبقى هضرب ده في الفريكونسي فده يديني ايه يديني السي. هذا المقدار يا جريتر يا ايكوال السي greater than less than no correct answer. لا ممكن greater في احتمالية انه تبقى greater ايوه بس طبعا لو في greater or equal تبقى هي ديت الصح او الاصح انما هي عمرها ما تبقى less than. In a steady flow the ratio of the number of streamlines بيعبر عن ال QV that pass through wide section اللي بيعدي في النارو section equal 1. Question number 14 if the absolute refractive index for diamond ال N for diamond و for glass sin critical angle sin phi critical equal N2 over N1. خليك فاكر ان دايما هنا لازم الليس دنس فتبقى ديت 1.6 على 2.4 خلاص فتساوي كام اللي احنا لسه قايلينه يبقى دي. question 15 unit of density density mass over volume يبقى kilogram per meter cube. mirage is an application of for a هو مش application هو phenomena بس بيعبر عن ايه عن total internal reflection. جميل. when the distance between the first and the third crests دول كده two waves two oscillation 15 سنتيمتر يبقى الويفلنس قد ايه الهاف 7.5 سنتيمتر. ادي اللينس وادي الاوسليشن وانت عندك الويفلنس length over oscillation
يبقى 15 over 2 تطلع 7.5. الكويستشن اللي بعده number 18. measuring unit of viscosity. الviscosity هي عبارة عن نيوتن في سكند per meter square. لو فكينا النيوتن mass times acceleration يبقى كيلوغرام per second في متر per second square. mass times acceleration متر مع متر وسكند مع سكند، فيبقى في متر وسكند تحت، فتبقى الكوريكت انسر عندنا number A. question اللي بعده object floats over water surface فحصل له oscillation up and down 90 times يبقى دوت ال oscillation. in 1 minute يبقى دوت التايم. frequency oscillation over time 90 over 60 3 over 2 1.5 يبقى 1.5 hertz. what kind of these waves can transfer in space. space يبقى electromagnetic يبقى light. light rays falls on mirror surface making 40 degree with the surface يبقى الفاي هي ال complementary 50 degree يبقى الانجل of reflection بكام؟ ب 50. when light beam falls on a piece of glass نزل على glass suffer from reflection which concept change. في الريفليكشن بيبقى في نفس الميديم، السبيد ما بيتغيرش، فريكونسي عمره ما بيتغير في اي حاجه طالما طالع خلاص، ويفلنس مش هيتغير، يبقى الانتنسيتي اللي بيحصل ابزوربشن وكمان الدايركشن بيتغير، يبقى الانسر نمبر دي. vibrating body the ratio of its periodic time and frequency بهذا الرقم. number of oscillation عايز number of oscillation during 20 second. عشان اجيب النمبر خلال تايم محتاج يا البريودك يا الفريكونسي، فهنبدأ نحل البروبلم ده. بيقول الريشيو ما بين البريودك تايم والفريكونسي، ده يديني ايه؟ ده يديني periodic time ولو عوضنا عن الفريكونسي يبقى 1 over time تطلع فوق يديني time square. كلام جميل. يبقى الرقم ده يديني periodic time square والدليل اهو second power 2. يبقى time هيساوي ايه؟ هيساوي روت الرقم ده، لان تايم سكوير بيساوي الرقم ده 289. نعمل calculation روت 1 over 289 يطلع 1 over 17 يبقى البريودك تايم عندي 1 over 17 second. حلو جدا. periodic time هو عبارة عن ايه؟ periodic time هو عبارة عن time over oscillation. لو عايز ال n يبقى time over period، time هو 20 على 1 over 17 فتطلع ب 340 يبقى ال oscillation عندي 340. number 24 a light ray fell from medium 1 its absolute refractive index 1.3 رايح لميديوم 2 ده ميديوم 1 وده ميديوم 2 اللي ال n بتاعته 1.5. which one of the following choices show what happened for both wavelengths. wavelengths هيحصل له ايه؟ طبعا لما ال n increase ال speed decrease يبقى ال wavelengths decrease بناء على decrease ال speed. يبقى what happened اللي هيحصل for both wavelengths and velocity of light in medium 2. طبعا velocity هتقل يبقى الاتنين decrease عايزين ما ينم عن هذا، يبقى الانسر عندي number D. question اللي بعده صح كده، ده question كام؟ 24. يبقى احنا هناخد 25. 25 بيقول the graph represent
او the figure بقى represent a wave motion with wavelength lambda. The horizontal distance x ما بين A and B بتعبر عن ايه؟ والله انا عندي من A لحد نقطة C ديت ده ويف، ومن C ل B half wave، يبقى دي كده 1 and a half complete oscillation and 1 and a half wavelength، يبقى 3 over 2، يبقى ال correct answer number A. مستر دي أسئلة امتحانات يا حبيبي، دي أسئلة امتحانات بتبقى في متناول الطبيعي جدا، بيبقى في بعض الأسئلة بس اللي بتبقى فيها higher thinking level. Two thin prisms made of same material. Their apices 5 and 10. The ratio between dispersive power ليهم ايه؟ 1. ليه؟ dispersive power not related اصلا للابكس، امال ايه؟ للتايب، تعتمد على التايب، وطالما هم same type يبقى الانات بتاعتهم واحدة، يبقى لما اقسمهم على بعض تطلع الريشيو 1. امال ايه اللي يحصل عندي لو قال لي عايز الانجلر سايز؟ الانجلر سايز هو اللي يعتمد على الابيسز بتاعه التو ميديوم او التو prisms. in Young experiment عندي wavelengths، عمل fringes على screen at a distance r from double slit. The distance between two successive bright كان delta y1. لو استخدمت another لامدا تانية يبقى ده لامدا 1 وده لامدا 2، غيرت اللايت بس، الديستانس ما بين الدبل سليت والسكرين is used and the distance between the double slit and the observing screen is doubled. خلاص حلو جدا. والديستانس between two successive bright هيبقى ايه؟ هنا في كذا حاجة اتعملت، غيرنا اللايت وغيرنا الار، هنا اللعب كتير، فعايز الدلتا واي الجديدة ايه وضعها؟ الدلتا واي الجديدة بتساوي ايه؟ لامدا ار اوفر دي. خلاص حلو جدا جدا جدا. اللامدا اتغير والار اتغير والدي كونستنت. تمام حلو. المثال ده مثال عالي بقى، تعالى بقى كده نعمل له حل. كان عندي هجيب الدي من الويف لينس الاولاني، الدي بتساوي ايه؟ لامدا 1 ار اوفر دلتا واي 1. حلو جدا. هنحسب دلتا واي 2 بتساوي لامدا 2 في ال R2 مضروبة في 1 over D. 1 over D يعني هنقلب ده دلتا واي 1 على لامدا 1 في R1. تمام حلو جدا جدا جدا. حلو، ركز معايا عشان الحاجات دي ما بتجيش شيفت كالك، عشان كده معظم الطلبة اللي بتشتغل على شيفت كالك بتعاني من هذا النوع من الأسئلة ومتعرفش تحله. خلي بالك عشان في تالتة موجود حاجات كتيرة زي دي، مرن نفسك يا حبيبي من دلوقتي على النوع ده. أنا عايز دلتا واي 1 على دلتا واي 2، فدي هتروح هناك تبقى ديفيجن، وده هيروح هناك بالمشقلب، اللي فوق يبقى تحت واللي تحت يبقى فوق. فنعيد الكتابة بقى، يبقى لامدا 1 R1 لامدا 2 R2 هتساوي دلتا واي 1 على دلتا واي 2. يبقى الحل هيبقى ايه؟ والله يا لامدا 1 بكام؟ ب 6000. R1 مش عندي بس بR، وديت بكام؟ ب 4000. والR حصل له ايه؟ بقى دبل. خلاص جميل، بقى ب 2R. الناتج ده يطلع كام؟ 6 over 8 يعني 3 over 4. يبقى ال correct answer number A، وده question يعتبر ياخد ستار.
دوت محتاج شغل عالي ومعداش علينا سؤال قبل كده خالص، ولا في الأسئلة أثناء الشرح ولا في الهومورك ولا أثناء الريفيجن، فده سؤال جديد نوفي، يعتبر سؤال عالي شوية. The graph represents the relation between displacement and a t and distance. ماشي. لويف during same time خلال نفس الوقت مع distance x. Which one of the following choices represents the wave amplitude؟ wave amplitude أكيد هو ده المسافة دي، ده الويف amplitude، يبقى k أو l. k or l أو half kl. تمام، يبقى احنا دلوقتي بنلعب على b أو d. طب الويف لينس ايه هو؟ دبل ان ام. خلاص، يبقى دبل ديستانس ان ام، يبقى انا عندي الانسر يبقى بي هي الكوريكت. وسؤال حلو برضو وفي شغل وفي تطبيق ابلكيشن. عجبني السؤال دوت بصراحة، سؤال لذيذ جدا. ناخد الكويستشن اللي بعديه. question number 29. type of waves for each of lightning and thunder is a. الرسمة دي بتاعت السؤال ده. الثاندر lightning اللي هو البرق ده اي ام، والثاندر اللي هو الرعد ده ساوند، يبقى ده الكترومagnetic وده ميكانيكال. يبقى الثاندر از ميكانيكال واللايتنج الكترومagnetic ويف، هي دي مش هنكمل بقى. string vibrate but its sound can't be heard. الصوت ده ما سمعناهوش. ليه بقى؟ اكيد انا في حتة ما فيهاش medium، يبقى it is found in evacuated place from air، يبقى الانسر دي. تمام. visible light consists of a. الضوء الفيزيبل بيتكون من ايه؟ electric field و magnetic field perpendicular لبعضيهم، ايوه، وفي نفس الوقت perpendicular to the direction of wave propagation، ايوه، دي اجابة سليمة. perpendicular لبعضيهم و parallel لا. parallel بقى لا. parallel لا، هي number A ال correct answer. fluid confined between two parallel plates. في هنا fluid وهنزقه دوت بفورس، فهيبدأ يحصل موشن بالمقادير اللي انا عملتها ديت. الفيلوسيتي هتبقى فوق اكبر من تحتيها، وهكذا لحد اخر لير عندي. هنا اللير دي هتبقى زيرو لانها ان كونتاكت مع السيرفيس اللي تحت. يبقى الفيلوسيتي في الاكس greater than y greater than z، عايزين ما يدل على ذلك vx greater than y greater than z. الكويستشن اللي بعده، هنبدأ الكويستشن اللي بعده question number 33. In the following figure 4 light rays pass through rectangular glass block. Which one is correct؟ مين فيهم correct؟ طبعا قلنا قبل كده ان انا عندي في رول مهم، وهو n over n1 equal sin phi 1 على sin theta n minus 1. فاكرين الرول ده؟ وقلنا لازم عشان يتحقق الرول ده لازم اللايرز تبقى parallel، وهو الحادث عندنا هنا. زاوية الدخول entrance والاكزيتنج بتعتمد على اللاست ميديوم والفيرست ميديوم، فطالما اللاست والفيرست زي بعض يبقى الانجلز ديت زي بعض، يبقى فاي 1 بتساوي سيتا ان ماينس 1. خلاص، دول بيساوي بعضيهم، فلازم يطلع ده باراليل ده. طبعا هتقولي دول باراليل، بس هنا ما حصلش ريفراكشن خالص، دي غلط. خلاص، وهنا ده حصل له ريفليكشن على ريفراكشن على ريفراكتنج سيرفيس، طبعا دي غلط.
طب ايه القصة؟ هتبقى ايه؟ طب ديت ايه وضعها لو انت مديت ديت كده برولر ونمده ديت برولر؟ عندي في مشكلة. ايه المشكلة؟ ان دول باراليل لبعض. اه دول باراليل لبعض، جميل، ودول برضو باراليل لبعض، جميل. لا السؤال غلط، لا خلي بالك بقى، ركز بقى. طب ايه القصة؟ ركز ايه؟ هو المفترض لما يجي من اير لجلاس يحصل له ايه؟ ها هتقول لي بطأ، ايوه يعني يحصل له ايه؟ approaches ولا refract away؟ approach. اها بص هنا حصل له ايه؟ هنا refracts away. اها يبقى دي wrong. لازم approach. good question, good notice. وده بيعتمد على دقة الملاحظة ومعلومة بسيطة جدا بنقولها دايما في كل حصة في بداية الريفراكشن، ان لما يهدي يقرب اوعى تنسى المعلومة ديت. هنا car start motion from rest if its velocity increase gradually لحد ما تصل 120 كيلومتر per hour، يعني تخطت ال 90 كيلومتر، يبقى في الاول كانت related الدراج فورس مع الفيلوسيتي، وبعدين الدراج فورس بقت مع الفيلوسيتي سكوير، فالكوريكت انسر عندنا هيبقى مين؟ هيبقى 3، ولكن في ميستيك هنا وهو انها لازم تبقى مع السكوير بهذا الشكل، هو قلب الشكل العكس دوت، ده كده ميستيك من وضع السؤال ما خدش باله، انما لازم الرسمة تبقى دراج فورس والسبيد في الاول دايركتلي وبعدين تبقى مع السكوير بتاعها. كلام جميل. From the figure the angle of refraction هتساوي كام؟ angle of refraction والله هطبق سنيلز رول، ان اير ساين فاي 45 بتساوي ان جلاس، هتيجي هنا يبقى ان جلاس في ساين سيتا، يبقى على طول اقدر اقول 1 في ساين 45 روت 2 over 2 على ان بنزين 3 over 2، هتبقى روت 2 over 3، نقدر نجيبه سيتا شيفت ساين الكلام دوت روت 2 over 3 يديني سيتا 28 12 او 28 approximate 13، يبقى 28 13، يبقى الانسر عندي نمبر دي. الكويستشن اللي بعديه number 36. In a Young experiment, if the distance between double slits and the screen is doubled, the distance between delta y a delta y lambda r over d الريليشن ما بينهم ايه؟ الريليشن ما بينهم direct، يبقى دي double يبقى دي كمان double يبقى is double and the interference become less obvious، لا ده هيبقى more clear، يبقى double وبقى more obvious or more clear. هنا خلي بالك الري دوت طلع tangent، يبقى دي critical، وهو بيقول لك اهو دي critical. جميل. knowing that the ratio between the speed of light between them respectively is 0.7. حلو. يبقى الكريتيكال انجل ما بين التو ميديا ايه هو؟ طيب خلي بالك sin phi critical equal n2 over n1 هتساوي v1 over v2، دايما بتساوي less over more، فهتساوي 7 over 10 اللي هي 0.7. ده شرط؟ شرط لازم less على more، ما تنفعش more على less، ما يدينيش ساين ابدا. يبقى انا عشان اجيب ساين اجيب الكريتيكال شيفت ساين 0.7 يطلع بكام؟ 44 degree 42 44.4. 10 of apex for immersed in liquid
of refractive index 1.6. تمام. ده مين؟ ده الليكويد. ان ليكويد. ها حلو. يبقى الان بتاعت البريزم بكام؟ طب كلام جميل. اعمل ايه؟ ايه اللي انا اقدر اعمله؟ بيقول لي the light ray deviate، يبقى دي كده المينيمم angle of deviation. المينيمم angle of deviation بتساوي ايه؟ A n prism minus 1. ايوه، بس ده لو كان في الاير. لو مش موجود في الاير بنجيبه الريلاتيف، يبقى n liquid. تمام كده. فاقدر اجيب ال n prism ديت ب 2 ودي ب 4. هودي دي هناك تروح ديفايد، يبقى 2 على 4 تطلع بهاف. يبقى هاف equal NP بريزم يعني على N liquid minus 1. فأودي ال 1 هناك بالبلس يبقى 1 and half. اوعى تقول لي ديت. الكلام ده لو كان مفيش liquid، يبقى N بريزم على N liquid ب 1.5. يبقى N بريزم بيساوي كام؟ بيساوي 1.5 في N liquid. N liquid 1.6. يبقى هنضرب 1.5 1.6 تطلع بكام؟ ب 2.4. يبقى 2.4 هي الكوريكت انسر. وده سؤال حلو برضو ومحتاج دقة ملاحظة. عندي دايما الأسئلة دي بتتكرر كتير، انه يطلع تانجنت. وضع الكريتيكال يا جماعة، يبقى الانجل دي على طول هي الكريتيكال انجل. حلو جدا. بيقول الانجل اوف انسيدنت ب 45 دي الكريتيكال. Which of the following figure represents the correct path of the light ray؟ ماشي. كلام جميل. نزل بانجل جريتر ذان كريتيكال هنا، سوري. دي الكريتيكال. طب لو نزل بانجل 45 مالها دي؟ جريتر ذان كريتيكال، يحصل له توتال ريفليكشن على طول. يبقى الكوريكت انسر ايه؟ هناخد اللي يحصل له توتال ريفليكشن. طبعا الرسم ده مش باين لانه دوت سؤال من تابلت، فده الكوريكت انسر انه حصل له ريفليكشن على طول. وطبعا في ميستيكس كتيره جدا في الدروينج، ان دوت لازم يبقى داش كده مش لاين، ده النورمال. ولازم يبقى واضح كمان انه يبقى داش بالشكل ده عشان تقدر تحدد انهي drawing is correct. وده السيرفيس separating surface. طبعا هيحصل له total reflection، يبقى الكوريكت انسر عندي هي ديت. طيب الكويستشن اللي بعده. Which one of the following represent steady flow؟ steady flow يعني لازم ال QV تبقى constant، يبقى اللي داخل قد اللي خارج، فتبقى هي A، لان انا عندي كله ما فيهوش حد داخل زي اللي خارج. In the opposite graph, a wave move with frequency ليها frequency 50 Hz. Time taken to pass the wave between point A and point B. Point A and point B. That day, دي 3/4 oscillation. حلو جدا. وعايز التايم. طب ما انا عندي الفريكونسي بيساوي oscillation over time، يبقى التايم عبارة عن oscillation 3/4 over الفريكونسي اللي هو 50. فنكتب دوت 0.75 divided 50 تطلع 3 over 200 يعني 0.15 يعني 0.015 يعني 15 ملي سكند. يبقى 0.015 سكند هضربها في 1000 عشان تطلع لي بالملي سكند، فدي هتترحل 1 2 3 فتبقى 15 ملي سكند. From the figure in front of you, a monochromatic light of wavelength 5000 angstrom is used. ماشي، استخدمنا light دوت is used to so the distance between central fringe and the first illuminated fringe. هو عايز الدلتا واي. طب فين بقية المسافات؟ ادي الدي وادي الار هناخدها من البروبلم، يبقى دلتا واي تعويض مباشر لامدا ار اوفر دي. ناخد بقى الارقام. لامدا
5000 انجستروم هتتضرب في 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 10 عشان تحول من انجستروم لمتر، مضروبة في الار اللي هي 3 ديفايدد الدي اللي هي 0.3 بس ديت ملي فلازم احولها لمتر تايمز 10 باور نيجاتيف 3 يطلع الانسر 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 متر، فتبقى الانسر اهو قدامي 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 متر. ما ننساش ان اسئلة البندولم بتتكرر كتير برضو عندنا، ده سؤال بيتكرر كتير هو واخواته. بيقول الفيجر بيوضح vibrating pendulum passes through points A B C D E where the ratio between the time of displacement AD to the time of displacement AB. عايز AD التايم ده ل AB للتايم ده. والله التايم ده والتايم ده دول ايكوال لبعض 1 to 1. طب خليك بقى كده معايا بقى عشان يهمني السؤال ده بقى، بس هناخد T1 و T2. العلاقة ما بينهم مين؟ ايه؟ T1 greater than T2. اشمعنى؟ لأنه وانت طالع السبيد بتقل فيمشي نفس المسافة في تايم أقل، في تايم أكبر عشان السبيد بتاعته أقل، أو لو أنت نازل السبيد انكريز. ما معنى إن السبيد انكريز؟ إنه يقطع نفس المسافة في تايم أقل. ففي جميع الأحوال تايم 1 greater than تايم 2، إنما أنت ما عليكش الريشيو بالظبط كام. خلاص الكلام ده تاخده في سينيور 3 هيبقى علينا اكزامبلز شبه ديت كده، ونقدر تجيب التايمنج بتاعهم بكل سهولة ما فيهاش مشاكل. بس الرول مش عليك في سينيور 2، بس تبقى فاهم ان انا عندي تايم 1 ماله بياخد وقت. سوري، السرعة هنا انا لخبطت الدنيا خالص، هنا سرعة عالية فياخدها في تايم اقل، يبقى تايم 1 هو الاقل من تايم 2. خلاص ايوه نقول تاني، السرعات هو هنا بيبقى سريع في المرحلة الأولى، جميل جدا. هنا بيبقى سريع فياخدها في تايم قليل، وهنا بيبقى بطيء ياخد نفس المسافة في تايم كبير. يبقى التايم التاني عندي ماله؟ التايم التاني عندي هيبقى التايم بتاعه أكبر من تايم 1 لأن سرعته في المرحلة 1 أكبر من سرعته في المرحلة 2. خلاص ما تنساش ان البوتنشال انرجي، نغير الكلر عشان كله بالازرق هنا، ان البوتنشال انرجي هنا ماكس وان الكيناتيك هتبقى زيرو، والعكس صحيح، هنا الكيناتيك هو اللي ماكس والبوتنشال هو اللي زيرو. اوعى تنسى الكام معلومة ديت. The figure shows a vibrating pendulum. جميل جدا، نفس السؤال. The time displacement BC اهو تمام to time displacement AB. عايز جميل جدا، ما يتسابش السؤال ده اصلي بصراحة. عايز time BC، يبقى ده هنسميه time 1 عشان ده اللي هيبقى فوق، على time BA او AB time 2. مين التايم الاكبر؟ ده. طب يا مستر ما انت قلتش الوضع ايه؟ حلو، انا عايز الاكبر، كلهم اصغر، يبقى الانسر اكيد كبير على صغير اللي هو دوت. خلاص ماشي، كلام جميل جدا جدا جدا. طب هل الريشيو دي سليمة؟ لا بقى ما يعني ايه، ما تفرقش معايا بقى سليمة مش سليمة، انا المهم بطبق القاعدة اللي اخدتها تمام كده، لانها مش هتبقى بالرقم دوت. طيب ناخد السؤال اللي بعديه. Which of the following graph express the relation between the flowing speed V of liquid layers V and its height from the lower plate. خلاص يعني الدي، كل ما الدي increase كل ما ابعد يحصل ايه للسبيد؟ خلي بالك ده فيكسد، يعني السرعة هنا بكام؟ بزيرو، والسرعة هنا بكام؟ بفي، يبقى السرعة بيحصل لها ايه؟ increase. خلاص حلو جدا جدا جدا. which is the following graph express the relation between the flowing speed of liquid layers V and its height from the lower plate.
المفترض اختار العلاقة الدايركت، ما عنديش هنا علاقة دايركت غير ديت، بس هنا مش دايركت مباشرة، دايركت مع الدي سكوير، فما قداميش غير ان انا اختار الانسر ديت. طيب which of the following opposite figure represents the correct path for a light ray fall on a surface of plane mirror then refract inside a glass. حلو، عندي لايت نزل على plane mirror، كلهم نزل على plane mirror بس هنا pass without refraction، لا ده جلاس اهو، كل ده جلاس، خلاص ده ما حصلوش refraction، لا ده حصل له refraction عكسي، وده من المستحيلات في مناهجنا، خلاص جميل. ودوت طلع تانجت ما شاء الله، ده جاي من ليسلي مور وعمل كريتيكال انجل ما شاء الله، لا طبعا هو الانسر الكوريكت هو ده، هنا حصل له ريفلكت، ايوه حصل له ريفراكت approaches بسيتا less than phi، هي الكوريكت انسر نمبر A. dispersive power لسام بريزم of apex 8 كانت بكذا، والان يالو كانت بكذا، يبقى الانجلر سايز للسام بريزم دوت بكام؟ طب تعالى بقى، هو dispersive power عبارة عن ايه؟ dispersive power عبارة عن n blue minus n r على n yellow minus 1. طب ايه هي الانجلر سايز؟ الانجلر سايز هي الابيكس، جميل اوي الاكزامبل ده، خلي بالك في ان بي ماينس ان ار، يبقى لو انا جبت ان بي ماينس ان ار على بعضيها اللي هي هتساوي ايه؟ هتساوي dispersive power مضروبة في n ماينس 1. يلا بقى طبق، يبقى انا هاخد dispersive power 0.037 هضربها في ال n يلو 154 minus 1 يوم يديني مين؟ يديني ان بي ماينس ان ار على بعضيها، رقم كبير مش مشكلة. المهم اعمل فيه ايه دوت من الايكويشن التاني، هضربه في الابيكس على طول، هضربه تايمز 8 يديني الانجلر سايز، والانجلر سايز 0.59 يعني approximate 0.16. question من الكويستشنز الجميلة والافكار الحلوة اللي تعجبني. المثال اللي بعديه عندي تمبريزم الابيكس انجل بتاعته ب 8 والان بتاعت الريد بكذا والبتاعت البلو بكذا. minimum angle of deviation للكالرز قد ايه؟ وعايز المينيمم انجل اوف ديفيشن، تمام؟ للبوث كالر لده ولده. طيب الانسر هتبقى ايه؟ الانسر عندنا متشفتة. طيب يلا بينا نجيبه القانون بتاعت البلو، وعايز مين؟ البلو ولا الريد؟ عندي الاول مين؟ عندي الريد، يبقى نجيبه الريد وبعدين نجيبه البلو. القانون A n minus 1، فهنستخدم مرة للريد ومرة للبلو. الرول بيقول ال A الابيكس بكام؟ ب 8، n بلو هناخدها الاول 152 minus 1 فتطلع بكام اول واحدة؟ 416 وهنبدل على طول في نفس الرول، بدل 52 يبقى 54 للبلو، فتطلع بكام؟ تطلع ب 432. نختار الانسر، انسر كام؟ 426 و 432. ايوه 416 و 32، 16 و 32 يبقى الكوريكت انسر عندنا هيبقى نمبر دي هي الكوريكت انسر، بس جاب البلو الاول وبعدين الريد. احنا عايزين الارقام دي 16 و 26، لا ما طلعتش معانا كده، احنا طلع معانا ده وطلع معانا ده وطلع معانا ده، بس ده ما طلعش معانا 26، ده ما طلعش معانا، انما طلع معانا دوت، يبقى هي ديت الكوريكت انسر نمبر دي.
خلاص نعمل تشيك كده تاني على الارقام اللي طلعت لنا. فعلا 16 و 32، يبقى احنا عايزين ال 16 وال 32. When a light ray transfer between two transparent media where the ratio between absolute n للfirst medium and the second medium ratio between n1 n2. خلاص كده ما قالش الريلاتيف، هو قال ريشيو، فانا بعمل الريشيو 2 to 1. يبقى الريشيو ما بين الفريكونسي في الفيرست للسكند، الفريكونسي ما بيتأثرش يا جيجا، الفريكونسي طالما طالعه من السورس يفضل كونستانت، مش هيفرق معانا. الفيجر بيوضح لايت نازل بانجل 70 فاي 1، دي الابيكس ودي سيتا 1 اللي هتساوي الابيكس على طول لان ديت بزيرو ودي بزيرو. So the angle of deviation هتساوي ايه؟ والله angle of deviation هتساوي ايه؟ انا محتاج بيانات تاني نشوفه كده. equilateral خلاص، equilateral prism يبقى ديت ب 60 degree زي الفل، ودي معايا. يبقى الانجل اوف ديفيشن equal phi 1 plus theta 2 minus apex، دي ب 70 ودي بزيرو ودي 60، فتطلع ب 10 degree. مثال لذيذ وخفيف. الexample 51. 5 light rays are separated by equal angles. كلهم 15 هم equal angle. نازلين من medium X، الميديم اللي فوق ده كده X، ونازلين على medium تاني اللي هو 133. يبقى دول كده نازلين من more للess، فهيحصل لهم ايه؟ هيحصل لهم refract away. جميل. ديت الايه؟ الفاي الفاي فيهم واحدة critical بقى اكيد. How many rays can penetrate to medium Y؟ يعني كم واحد هيعدي؟ تعالى بقى نشوفه كم واحد هيعدي. على طول احسب الكريتيكال انجل. ساين فاي كريتيكال equal n2 اللي هي الليس على المور، فاقدر احسب الكريتيكال انجل هتبقى شيفت ساين الكلام ده، شيفت ساين 133 divided 1.5 تطلع بكام؟ ب 62 degree. يبقى الكريتيكال عندي ب 62 degree. اي حاجة اقل من الكلام ده هتعدي. طب دي 15 ودي 30 يبقى ده هيعدي وده هيعدي، دي 45 ده هيعدي، ديت الانجل ديت ب 60 يبقى ده هيعدي، الانجل ديت ب 75 ده greater than critical ده هيرد، يبقى ده مش هيعدي. يبقى عندي من 5 ل 2 هيعدوا. كم واحد دول؟ 4 rays. يبقى الانسر 4 rays، ولو طلبهم اقدر اقولهم له من ray 2 من ray 2 لحد كام؟ لحد 5. light ray falls with angle 45 degree على one side، يبقى ديت الفاي. يا مستر احنا عايزين complementary، ما هتطلع زيها، فبيريحك يعني. على بريزم الابيكس بتاعته ب 30 degree وخرج normal from opposite side، يبقى دي فاي 1 وسيتا 1 هتساوي الابيكس مباشرة. اصبح معاك الفاي والسيتا، تقدر تجيب الان. طيب وبعدين هتقدر تجيب ايه؟ وعندي كمان سيتا 2 وفاي 2 الاتنين بيساوي 0. خلاص. وهو عايز ايه؟ مش عايزين الان، هو عايز الانجل اوف ديفيشن هي فاي 1 بلس سيتا 2 ماينس الابيكس. ما كناش محتاجين اصلا الكلام ده. ديت ب 45 وديت ب 0 وديت ب 30، يبقى 15، يبقى الانجل اوف ديفيشن ب 15 ديجري. وده برضو سؤال جه في امتحانات ولذيذ جدا وخفيف. liquid flow with velocity v خلال uniform tube اللي كان الدايمتر بتاعها x، وفي cork has a small aperture is put at one end. بقى سدينا فتحة بكورك فيها
hole أو small aperture. If the diameter of the small aperture is x over 4 جميل، الديامتر بتاع الفتحة دي ربع الديامتر بتاع الفتحة التانية. الفيلوسيتي تبقى قد ايه؟ والله على طول احنا قلنا قبل كده ان V1 على V2 equal diameter 2 square over diameter 1 square. ديت V وديت عايزين نحسبها. الديامتر 1 بx يبقى x square، وهنا x over 4 كله square فتطلع 1 over 16. طبعا يبقى V2 16 times V، لأن الديامتر قل فالفيلوسيتي لازم تزيد فهتزيد تبقى 16 times. خلاص، في طلبة هتختار دي، اوعى خلي بالك طالما الديامتر قل الفيلوسيتي ايه؟ تزيد. الكونتينيوتي ايكويشن الريليشن انفرسلي ما بين الفيلوسيتي والاريا. Question 54. Simple pendulum vibrates زي ما انت شايف. Time taken to transfer from C to A. ده كده التايم بتاع quarter oscillation ال N quarter. اخد تايم قد ايه؟ 0.6 second. عايز الفريكونسي. الفريكونسي بيساوي الاوسيليشن على التايم، يبقى 1 over quarter. quarter الاربعة تنزل هنا 0.6 فتبقى 10 على 24. 10 over 24 تطلع 5 over 12 يعني 0.416 يعني approximate 0.42 hertz. question اللي بعده. For identical jars, for identical metallic balls fallen from same height toward a separate jar where each jar contain different liquid. مختلفين في الفيسكازيتي. Then the taken time by each ball to reach the bottom recorded في التيبل اللي عندك ده. انهي جار عنده هاي فيسكازيتي؟ الهاي فيسكازيتي اللي السرعة فيه قليلة فياخد تايم أكبر. مين أكبر تايم عندي؟ 1 second، هو ده. يبقى جار نمبر 4. شكرا. مثال لذيذ جدا وحالين شبهه كمان قبل كده بس كان كمان مرسوم فأسهل. ديت يعني عايزك بقى ايه؟ تبص على التيبل وتقارن وتحلل، يعني سؤال أصعب سنة من الرسم. إنما هوش صعب خالص. السؤال اللي بعديه. In the following figure the wavelengths of transverse wave. عايز الويفلنس. طب من هنا لهنا ده اللينس بتاعهم، يبقى ال L ب 25 متر. طب الاوسليشن قد ايه؟ من هنا لهنا 1، من هنا لهنا 2، من هنا لهنا هاف، يبقى 2.5. يبقى الويفلنس L على N 25 على 2.5 تطلع ب 10 مترز، يبقى 10 مترز. الفيجر اللي قدامك بيعبر عن الامبليتيود T بالمتر والتايم T بالسكند لتو ويفز A and B. عايز الريشيو بتوين periodic time ما بين A و B. A بادي من هنا اهو، هاخد التايم بتاع complete oscillation، يبقى دي كده complete oscillation ب 0.8. البي مش هبدأ من هنا، لا هبدأ من هنا، هنبدأ من هنا. complete oscillation بتاعتها اهي، يبقى 1.8 minus 0.2 يبقى دي 1.6. وعايز مين بقى؟ ratio between periodic time time A over time B 0.8 1.6 1 to 2 يعني half، يبقى الكوريكت answer number A. طب عايز الريشيو ما بين الفريكونسي عكس البيريودك تايم يبقى 2 to 1. طب ده ريشيو بتوين امبليتيود، الاتنين عندهم نفس الامبليتيود اهو، يبقى 1 to 1. The following figure بيمثل تيرمينال بتعمل فايبريشن في تونينج فورك. انهي واحدة تعبر عن complete oscillation؟ عايزين 4 amplitudes. من B ل C ل B ده 2 امبليتيود، من A ل C ده لوحده ب 2 امبليتيود، ويرجع من C ل A ب 2 امبليتيود، يبقى كده 4، يبقى هي ديت. شكرا، مش عايزين نكمل. الكويستشن اللي بعده question number 61 بيقول
Student noticed that the pen inside the cap appeared broken due to a refraction. Velocity of light in two media طبعا اختلاف الفيلوسيتي تمشي due to a frequency of light frequency ثابت ملوش دعوة. ال intensity ملوش دعوة. density of light ملوش density مفيش حاجة اسمها density. في optical density للميديم. خلاص فتبقى الانسر due to change in velocity او الفيلوسيتي هي السبب في اللي احنا شايفينه دوت. Light ray falls on a surface of glass from air جاي من الاير رايح للجلاس. The refractive index للجلاس بروت 3. الويفلنس بتاع اللايت في الاير ب 500 نانو. يبقى الويفلنس بتاع الريفراكتد بكام؟ less than 500. خلاص كده. طب ما انا عندي كلهم less than 500 اعمل ايه؟ خلاص اعمل الرول بتاعي. انا عندي relative refractive N1 to 2 هتبقى N2 اللي هي N glass على N1 اللي هي N air بتساوي ايه؟ بتساوي الفيلوسيتي في الميديم الاولاني V1 اللي هي air على V glass هتساوي لامدا air على لامدا glass. هنشتغل على دول يبقى انا عندي root 3 over 1 equal lambda air اللي هي 500 على lambda glass. فنجيبه lambda glass بالسيزر 500 times 1 على root 3 يبقى الانسر عندي 500 على root 3 اللي هي 1.7 نكتبها root 3 1.7 تطلع 288 نانو. الإجابة واضحة جدا اهي قدامنا اهي نمبر دي. يبقى الانسر عندنا نمبر دي. خلاص طب خلي بالك ايه في عندي نفس الرقم هنا ونفس الرقم هنا طب ايه الوضع؟ والله الرقم ده عندي بالنانو 288 خلينا بس نكتبها من غير ال 288 نانومتر يبقى تايمز 10 باور نيجاتيف 9 بالمتر انما دي مليمتر. دي حتة بقى من سينيور 1 من نانومتر لمليمتر. اعمل ايه عشان احول من دي لديت؟ هنضرب في 10 باور نيجاتيف 6 يبقى الرقم ده هيتضرب في 10 باور نيجاتيف 6 يطلع لي بالمليمتر مباشرة. يبقى الكوريكت انسر عندي نمبر دي. وديت بتعتمد على سؤال تراكمي مش تراكمي ولا حاجة. الحاجات دي محتاجينها على طول عمرنا محتاجين الكونفرجن من وانت في ابتدائي اتعلمت في الساينس والمات لحد تالتة ثانوي هتتعلم ازاي تعمل كونفرت والحاجات دي محتاجينها. فدي نقط مهمة جدا. question 63 بيقول الفيجر اللي قدامي refraction between two media relative refractive index between two media is constant. ماشي constant. ايه الوضع عندي؟ سيتا 1 وسيتا 2. ايه سيتا 1 وسيتا 2؟ بيقول لي هنا سيتا 1 ايه وضعها؟ والله سيتا 2 هتبقى less than 50 وسيتا 1 less than 60. خلاص فسيتا 1 تبقى greater than سيتا 2. سيتا 1 greater than سيتا 2. لما دي 60 مثلا يبقى دي هتطلع 40. لما دي 50 دي هتطلع في حدود 33 يعني كده. مهم لو حليتها يعني هتطلع ان ديت اكبر من دي. كل ما فا increase سيتا increase. شكرا خلصت مش محتاجة حل. The following figure represent the normal beam معدي ما بين two different medium مختلفين في الoptical density. لو انت عرفت ان relative index between first medium to that of the second medium relative يبقى N2 على N1 وطبعا N2 greater لانه حصل له approach فهو الجريتر فعلا اهو. يبقى الويف لينس في الفيرست ايه وضعه؟ بيقول لك الويف لينس في الفيرست بكذا. يبقى الويف لينس في السكند ايه؟ والله N2 على N1 هي inversely مع الفيلوسيتي
فتساوي وانفرس مع الويف لينس يبقى لامدا 1 لامدا 2. حلو جدا. الريشيو ديت ب 9 over 8 وانت معاك لامدا 1 اللي هي 2.3 times 10 power negative 6 وعايزين لامدا 2 يبقى 8 في الرقم على 9 يبقى 8 times 2.3 times 10 power negative 6 divided 9 يديني اللامدا على طول divided 9 يديني 2.04 times 10 power negative 6. خلاص ماشي. نقول تاني يطلع الانسر 2.04 times 10 power negative 6. كان ممكن نحلها على طول لانها طالما ديت ب 10 power negative 6 الويف لينس التاني هيبقى فروقات بسيطة فتطلع ب 10 power negative 6 يبقى اوتوماتيك هي الحل ده عشان ديت. طيب The following figure represent electromagnetic beam light يعني او مش هتفرق مهم واحد من السبع انواع pass through medium A. This beam suffer transferred to medium B على wavelength equal كام؟ تمام زي ما قلنا كان في ميستيك. اصل الكويشن عندنا ان الويفلنس الاصلي ب 3000 في هنا بيان ناقص طار من الرسم. الويفلنس عندي ب 3000 جميل جدا. خلاص كده المسألة بقت طبيعية. نقدر نقوله ان N2 لامدا 1 على لامدا 2 تساوي N2 على N1. لامدا 1 اللي هي ب 3000 انجستروم على لامدا 2 هتساوي N2 اللي هو روت 3 على الاير اللي هو 1 يبقى 3000 على روت 3 يبقى 3000 بدل 500 هنحطه 3000 على روت 3 يطلع 1732 يبقى هي واحدة من الاتنين دول times 10 to the power negative 10. خلاص يبقى ديت لا بس هنا لازم يطلع 173000 وشوية. جميل. طيب لو انا رحلت هنا في بوينت لو انا رحلت 1 2 3 يبقى هضرب في 1000 فتنقص ديت فتبقى نيجاتيف 7 يبقى الكوريكت انسر نمبر بي ودي برضو مرتبطة بالكونفرت. خلي بالك الكلام ده مهم جدا جدا. الكويستشن اللي بعده عندي يقول the following figure بيوضح transferring of light ray between first medium to second medium يبقى relative ما بين السكند relative N2 to 1 خلي بالك يبقى N1 على N2. حلو جدا. تطلع less than 1 ولا greater than 1؟ تعال نشوف دي هتساوي ايه. N1 دي هتساوي ساين سيتا لان سيتا دي في ال N2 وديت ساين فاي لان انا لازم N1 ساين فاي تساوي N2 ساين سيتا حسب قانون سنيل. هنا في اوبتيكال illusion انا عندي الفاي ب 30 وسيتا ب 75. اوعى تاخد ال 60 وال 15 اوعى. يبقى انا عندي هتطلع المطلوب ساين 30 على ساين 75. ساين 30 over ساين 75 تطلع بكام دي 0.517 يعني لو عملنا approximate اهي نمبر دي قدامي 0.518 يبقى الكوريكت انسر عندي نمبر دي. خلي بالك دايما شوف هو عايز الريلاتيف ما بين مين عشان الطلبة دايما اول ما تشوف ريلاتيف يقول لك N1 to 2 لا هو هنا عايز N2 to 1 فطبعا الاجابة تفرق خالص. ولو عملتها كده هتلاقي انسر ولو عملتها كده هتلاقي انسر فخلي بالك. light ray transfer between two media an angle not equal 0 يعني مش نازل perpendicular يبقى هيحصل له refraction ويميل.
If you know that the ratio between wavelengths of light in the first medium to the second medium is 3 to 2 يبقى الفيلوسيتي قلت. يبقى ده يحصل له ايه؟ يقرب من النورمال. خلاص؟ يبقى refract toward the normal. شكرا. طب يحصل له توتال ريفليكشن. حبيبي ده سرعته قلت، ده جاي من من حصل له ان السبيد بتاعته قلت، جاي من less optical dense ل more optical dense. التوتال ريفليكشن بيحصل العكس. خلاص؟ خلي بالك من الحاجات الصغيرة دي بتفرق قوي. واللايت فول على interface between two media دايما بيعملوا النورمال بالشكل ده، وده ميستيك مش عارف هيعدلوه امتى. ادي النورمال. حصل ايه؟ 1.3 من جاي من مور للس، فايه الاحتمالية؟ في احتمالية انه يحصل له توتال ريفليكشن. The following figure which of the following figure the angle of refraction is greater 1. جميل. لازم احسب sin phi critical. sin phi critical بتساوي n2 over n1 1.3 اللي رايح له 2.4 اللي جاي منه، يبقى الكريتيكال شيفت ساين للانسر ده 1.3 divided 2.4 يبقى الكريتيكال انجل ب 32. كريتيكال انجل ب 32 degree. كل ما هو اقل من ده بيحصل له ريفراكشن. خلاص 32.78 يعني approximate 79 يعني approximate 8 approximate 32.8 degree. هي دي الماكسيمم لان ده هيطلع تانجنت. جميل. طب دي اكبر؟ لا ده هيحصل له ريفلكت. هو بيقول angle of refraction ده طالع، يبقى الكوريكت انسر عندي figure A، يبقى الانسر B. The following figure represents the transferring of light ray between two transparent media. جميل. ده N1 وده N2 و N1 greater من N2 لأنه طالع لليس دنس، حصل له ريفراكت أواي والسرعة زادت. The ratio between periodic time للفيرست على periodic time يعني frequency، والفريكونسي ما بيتغيرش يبقى 1 to 1، يبقى periodic time ما اتغيرش. وكتير قوي بيتكرر السؤال ده يا جماعة في الامتحانات، فخلي بالك عشان ما تقعش في المشكلة ديت. الكويستشن اللي بعده عندي هنا اللايت راي كان لازم يديني دوت باللون الجرين. مش عارف هما بيعملوا كده ليه مع الطلبة. لازم يبقى امتحاناتي دقيقة وواضحة جدا. خلاص اهو طالع كده. جميل جدا. يبقى ده ماله؟ يبقى دي الكريتيكال انجل. ايوه بكام؟ ب 50 ديجري. ماشي شكرا. represent transferring من medium x the velocity of light in medium x. عايز ال velocity of light in medium x. طب والله انا عندي sin phi critical بتساوي n air على n medium، فتساوي ال velocity في الميديم على ال velocity في الاير، لانها لازم صغير على كبير، يعني v على c. خلاص كده فيبقى ال velocity 3 times 10 power 8 times sin 50. نطلع الانسر، ناخد ال 3 زي ما اتعلمنا ونضربها في sin 50 على طول، والناتج اللي يطلع لنا نحطه جنبيه 10 power 8، يبقى يطلع الانسر تقريبا 3.3. خلاص كده لان 0.29 يعني 3 رقم كام عندنا؟ 2.3 معلش 2.3 ونحطه ونشبك جنبيه 10 باور 8، يبقى الانسر على طول نمبر دي. واضحة جدا. in order to see tree inverted ده الميراج لازم بيحصل له refract away وبعدين يرد، يبقى جاي من more للس،
يبقى دوت more optical dense، يبقى N3 greater than N2 greater than N1. طب العلاقة ما بين ال N والويفلنس ايه؟ يبقى الويفلنس 3 less than 2 less than 1، يبقى الانسر ده. ودوت كلام جميل جدا جدا. ايه ده؟ هو اللايت هيتغير الويفلنس بتاعه؟ طبعا مش ده ماشي في الهواء، لا يا حبيبي، دي طبقات هواء مختلفة الدنسيتي، خلي بالك. فتبقى مختلفة في الاوبتيكال دنسيتي بتاعتها، والسبيد هتزيد، فالويف لينس هيزيد معاها، فيبقى اكبر ويف لينس عندي لتحت خالص. The following figure represent optical fiber. The critical angle للماتيريال ب 51 degree. حلو. So the angle of incident from air بكام؟ طيب والله هو بيقول لي ان سيتا ب 35.6، وبيقول لي ان الكريتيكال. طب اعمل ايه من كده؟ اجيب منها ان جلاس او الان فايبر بتساوي ايه؟ الميديم اللي بره، وهو بيقول لي اير، عرفت منين؟ اهو على ساين فاي كريتيكال، فانا اخد ال 1 اوفر ساين 51.4، يبقى ده الان بتاعت البريزم 128 او 1279. او ما اعمل ايه؟ اطبق سنيل. ساين فاي 1 اللي هو عايزها دي تساوي ان اف في ساين سيتا اللي هي عندي ديت. فين الاير؟ ان اير يا سيدي ما تزعلش بوان اهو. يبقى ساين فاي هتساوي ايه؟ تعال الاول نضرب الرقم ده في ساين سيتا، يبقى الرقم ده خلاص تايمز ساين 35.6، والانسر ده كله نعمل له شيفت ساين، لان ده يديني ساين فاي، شيفت ساين الانسر يديني الفاي مباشرة، تطلع 48 ما عنديش غيرها 48.1. تمام، لا مش هيحصل approximation ل 2، يبقى 41.1 او 0.14، يبقى دي الكوريكت انسر. اسئلة كلها متعودين عليها يا جماعة، كل دي اسئلة في امتحانات سابقة. light ray نازل on one side، نازل ب 40، اوعى تنسى انه طالع ب 50 as shown. so the angle of deviation، وده equilateral يبقى الابيكس ب 60 degree، يبقى خلاص الدخول والخروج minus الابيكس ده يديني الانجل اوف ديفيشن. 90 minus 60 تطلع ب 30 degree، ودي من الاسئله اللي بتتكرر كتير. الانجل اوف ديفيشن ديت من اسئله الامتحان اللي بتتكرر. Triangular prism placed in glass container contain water as shown in the figure. يبقى البريزم جوه الووتر. if the ray is totally reflected from point X، total reflect. جميل، يبقى phi 2 مالها greater than critical. حلو جدا، تمام جدا. تعالى بقى احنا نجيبه الكريتيكال، فتبقى الساين بتاع phi 2 اكبر. خلاص، ما هو ساين لما السيتا تكبر الساين بتاعها هيكبر، يبقى ساين phi 2 greater than phi ساين phi critical. ساين phi critical بيساوي ايه؟ بيساوي n2 على n1. n2 اللي هو الووتر 4 over 3 اللي طالع لها، n1 اللي جاي منها الجلاس 3 over 2، هتطلع 8 over 9. يبقى ساين الفاي بتاعتي اكبر من 8 over 9، يبقى الكوريكت انسر number A. Temperism of apex ب 10، ان بي على ان ار، ان بي على ان ار بالريشيو دي، ولان يلو بالرقم ده، يبقى لان بي بكام؟ طب تعالى بقى، ايه الوضع؟ انا عندي ال ان بي
over NR equal 23 over 20. يبقى ال NB equal 23. خلينا ال NR نجيبه ال NR. NR 20 في NB على 23. ليه؟ لأن أنا عايز أجيب ال NB، فهستبدل ال NR بالقيمة ديت. طب هي ال N يلو بتساوي ايه؟ 1.5 بتساوي NB بلس NR هي ال average over 2. فأقدر أستبدل دوت وأعمل سيزر يديني 3، يبقى 3 بتساوي NB بلس وأشيل ال NR وأحط الآتي 20 NB over 23. هعمل الإيكويشن كلها في 23. خلاص كده 3 في 3 يبقى 9. 3 في 2 6. 23 NB plus 20 NB فيطلعوا 43 NB بتساوي 69. يبقى ال NB 69 over 43 فتطلع بكام؟ 1.6. يبقى الانسر عندي 1.6. تمام. في ناس كتيرة جابوها على طول مباشرة. ايه هو؟ طالما اليلو 1.45 يبقى لان بي اكبر منها على طول ولان ار اصغر منها. خلاص، فتبقى هي ديت الكوريكت انسر مباشرة بدون اي حل. طب لو في 2 اكبر لا لازم تحل يا ريس. تمام. انما هنا عندي امكانية ان انا احلها مباشرة. طيب alcohol is used. حطينا alcohol اللي ال N بتاعته عندي if it is diluted by water فال N بتاعته قلت. so the changing in the critical angle مع ال air خلاص هنجيبه ساين، هنجيبه critical الأولانية والكريتيكال التانية ونشوفوا ايه الوضع. طيب لما ال N يقل ساين فاي critical، لما ال N يقل يحصل ايه؟ الانجل دي تزيد. فايه اللي هيحصل؟ يبقى هي هتزيد، يبقى هي ولا سي ولا دي. خلاص حلو. تعالى بقى نجيبه الانسر الاولاني. شيفت ساين 1 over N1 كانت ب 36 فتطلع بكام؟ ب 47.33. 47.33. هنبدل ال N بدل 136 و 134 فتطلع ب 48.28. 48.28. الزيادة كام؟ less than 1. بس شكرا اهو. خلاص. لا عايز اتأكد، اطرح منها الناتج ده ماينس منه 94 هتلاقيه اداني 47.33. ايوه شكرا، هو دوت الانسر. يبقى زادت بمعدل دوت. الفيجر اللي قدامي بيوضح الديفيشن خلال ثين بريزم اللي ال N بتاعته ب 1.6 وديت المينيمم انجل اوف ديفيشن عندي، لانه ثين بريزم يبقى مينيمم انجل ب 4.8 ديجري. وعايز الابكس. الابكس بتساوي المينيمم على N ماينس 1 يبقى 4.8 على 0.6 اللي هي 1.6 ماينس 1 يبقى الابكس 4.8 divided 0.6 تطلع ب 8 degree. يبقى الابكس عندنا number C. then prism, the angle of the prism equal 3 times the angle of deviation. يبقى المينيمم على الابكس بتساوي 1 over 3 ده بيساوي n minus 1. so the refractive index ب 1.3. 1 مع third يديني 1.3. جميل. then prism الريفراكتيف اندكس بتاعته ب 1.5 يبقى الريشيو ما بين angle of deviation والبريزم قد ايه؟ طب ما المينيمم على الابكس بتساوي n minus 1 يبقى هتساوي half يبقى 1 to 2. ومثال لذيذ جدا. المثالين الاخرى دول لذاذ جدا. phenomena of interference in Young experiment. السنترال لايتد فرنج produced due to interference بتبقى ايه؟ تبقى مين؟ تبقى first crest. نفس العدد first مع first او second مع second. انما second
ولازم مع بعض كريست مع كريست وتروف مع تروف. second crest اه second crest third crest لأ. first crest first trough لأ. first crest اه. يبقى هنا عندنا two answers ينفعوا معانا A و D. خلاص دي ممكن تبقى ميستيك منا اثناء النقل، فيهم واحدة هتتعدل، ممكن نخلي ديت second crest فتبقى الانسر غلط، فتبقى الكوريكت انسر عندنا هي الاي فقط. Young experiment wavelengths ب 5000 angstrom. distance between two slits دي ب 3 ملم. distance ما بين two successive lighted fringes يبقى دي الدلتا واي 5 ملم اهي. the distance between the viewer screen and double slit. عايز الار، والله انا عندي لامدا ار اوفر دي يديني دلتا واي. عايزين الار، قلنا لو انا عايز حاجه من فوق هاخد القانون بالمشقلب يبقى دلتا واي دي اوفر اللامدا. نحطه الكلام ده دلتا واي دي دلتا واي 5 ملي في الدلتا واي دي 0.3 ملي على اللامدا 5000 انجستروم 10 باور نيجاتيف 10 تطلع ب 3 مترز. يبقى الديستانس ب 3 مترز. اخدنا امثله كتير قوي على الكلام ده. يانج experiment تاني. distance between two slits is D1. لما استبدل ال two slits replacing the two slits by another one of distance between them is half that. قللت مسافة يبقى D2 بهاف D1. the distance between two successive الدلتا واي يحصل لها ايه؟ الدلتا واي انفرسلي مع الدي. لما الدي ديكريز للهاف ديت انكريز للدبل يبقى دلتا واي 2 المفترض دبل دلتا واي 1. عايزين ما يدل على هذا الكلام. طبعا مش دي ولا دي. طب ايه القصة؟ لا مش دي. ايه ما هي صح اهي 4 دلتا واي لا، دلتا واي بيساوي دلتا لا، هي ديت الكوريكت بالفعل. الواحد خلاص هيس دلتا واي 2 بدبل دلتا واي 1 هي ديت الكوريكت. الكويستشن اللي بعده خلاص قربنا. Young experiment. If you know that the distance between center fringe and second lighted fringe 200 ملي متر، ده كده 2 دلتا واي يبقى الدلتا واي ب 5 ملي متر، والمسافة ما بين الدبل سليت دلتا 0.3 والديستانس ب 3 متر. دي كانت معدية عندنا اهو. هو ده نفس المثال اللي فات. يبقى الويف لينس هيطلع بكام؟ هيطلع ب 5000 انجستروم يعني ديت. طب نجيبها ازاي؟ اهو يا باشا اللامدا بتساوي دلتا واي دي اوفر الار. يلا بينا. ادي الدلتا واي 5 ملي في الدي 0.3، بس المرة دي هنحطه الار اللي هي 3. يا سلام ده الحل كان لسه موجود اهو. هنشيله ديت ونحطه 3 فيطلع الناتج 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 مباشرة، اللي هو الانسر عندي اللي هي 5000 انجستروم، يبقى هو نمبر A. طيب عندي هنا الفاي 1 ب 60. draw incident ray as figure A. the correct path لو ال n بروت 3 يطلع بكام؟ والله هنا اللايت لازم، طبعا الرسم ده غلط، لازم approach، فكون انه طالع VOA غلط دي احتمالية انها تبقى سليمة. طبعا عمره ما يطلع تنجنت، مفيش وضع كريتيكال، وعمره ما يرد بهذا الشكل. لازم يحصل له ريفراكشن. طب ما في ريفليكشن كان نعملها لي كده، لو كده ريفراكت وريفلكت كنت اقول لك ماشي سليم.
انما طبعا طالما نازل على reflecting، ده مش reflected surface، طالما نازل على separating surface لازم يحصل له الريفراكشن، وجزء بيحصل له reflection. الطبيعي الكيس الأصلية عندي هي الريفراكشن، فتبقى نمبر A. ده كان سؤال في امتحان يا جماعة. خلاص. One face of glass prism is silver polished، بقى مراية. لايت نازل بانجل 45 ادي الفاي. On the other face after refraction، ايه القصة دي؟ يبقى انا عندي prism اهو، في سايد فيه silvered. يعني ايه silvered؟ يعني بقى مفضد اهو، هنا اهو كده، ده silvered، ده mirror اهو. وعندي لايت نزل بانجل 45 على سايد فيهم اهو بالشكل ده 45. هيحصل له ايه دوت؟ هيحصل له ريفراكشن، هينزل كده. حلو فتعالى بقى نشوف بقى كده. subsequently حصل له after refraction it subsequently reflected from the silver face and then it retrace its path. خلي بالك بقى، هنعيد الرسمة شوية. حصل له ايه؟ نزل perpendicular. retrace يعني رجع تاني، رجع كده اهو، يبقى هو كان نازل perpendicular. طبعا الرسمة دي كده غلط. خلاص هنعيد الرسمة تاني. تمام، نرسمها هنا كده اهو، ونبدأ من ان هو نزل perpendicular على السايد ده. جميل كده. ويبقى كان نازل هنا بانجل 45 كده. الرسم تمام مفيهوش اي حاجة. ماشي، انا كنت عايزه بلون بلو. اهو نبدأ بقى نرسم النورمال. دي 45 degree، وحصل له ريتريس. نزل كده ورجع تاني على الباس بتاعه. The refracting angle of the prism يعني الابكس ب 30 degree، يبقى دي ب 30 degree. ده refractive index للماتيريال بكام؟ ما كانش محتاج كل دوت، بس ما علينا. بس ده كله عشان اعرف ان نازل perpendicular. طالما رجع على وضعه يبقى نازل perpendicular، يبقى الابكس هي بتعبر عن سيتا 1. يبقى 45 روت 2 over 2 على روت 30 روت 3 over 2، فتطلع ب روت 2 over 3. صح كده ولا انا هيست؟ هتبقى ساين 45 ادي بهاف يا جماعة، دي بهاف. ايوه، فتطلع بروت 2. يبقى روت 2 over 2 وساين 30 بهاف، يبقى يطلع بروت 2. يبقى ديت ال n بتاعت البريزم. prism made of material بروت 3. الانجل of the prism is A لو المينيمم equal الابكس. جميل. يبقى الابكس دي بكام؟ يبقى انا عندي prism والله بيتساوي عندي ايه بقى؟ الانجل of the prism is A. المينيمم angle of deviation هي المينيمم هي الابكس. حلو جدا. طيب هنعمل ايه؟ طب تعالى بقى كده نشوف. هو عايز مين؟ عايز ال A. ال N بتساوي ايه؟ بتساوي sin minimum plus apex over 2 على sin apex over 2. دي فيها شغل تريك شوية. يبقى ديت sin apex على sin apex over 2.
تمام. اشمعنى؟ لان دي ابيكس، توايس ابيكس على 2 تبقى بابيكس. اذا دي اقدر اقول انها ساين ابيكس اوفر 2 بلس ابيكس اوفر 2 على ساين ابيكس اوفر 2. عندك رول بقى بتقول ساين اكس بلس واي هي عبارة عن ايه؟ ساين اكس كوزين واي بلس كوزين اكس ساين واي. دي قاعدة في التريج. لو الاكس بتساوي الواي فتطلع باتنين ساين اكس كوزين واي. يبقى انا اقدر اشيل الكلام ده كله واقدر اقول ان روت 3 equal 2 ساين ابيكس اوفر 2 في كوزين ابيكس اوفر 2 over ساين ابيكس اوفر 2. دي هتطير مع دي ودي تروح هناك، يبقى روت 3 اوفر 2 يديني كوزين ابيكس اوفر 2. مين الكوزين بتاعه بروت 3 اوفر 2؟ 30. يبقى ابيكس اوفر 2 بتساوي 30، يبقى الابيكس equal 60 degree. يبقى الانسر عندي سي، وده فيها شغل تريج عالي شويتين. البيج اللي وراها عندي الجراف بيوضح العلاقة ما بين الفوليوم والتايم. جميل. عندي two different tube A and B. الريشيو ما بين الليكويد densities 2 to 1، يبقى density A لدنسيتي B 2 to 1. عايز الريشيو mass flow، عايز ال Q M لل A U M لل B. ال Q M هي density في QV، density في QV. والله المفترض ان ده هو السلوب، QV هو السلوب، فهجيب السلوب بتاع ال A density ال A 2 to 1 مضروبة في السلوب بتاع ال A 3V ل T 3V over T، ودوت بتاع ال B V over T. ال T تروح مع ال T وال V تروح مع ال V فتطلع 6 to 1. يبقى ال correct answer عندي number C. طيب هنا same plate بيمشي هنا على مسافة دي، لو نزلته هنا على مسافة half دي زي ما هو بيقول. ال coefficient of viscosity اتفقنا ان الفاكتورز بتاعت ال viscosity هي الليكويد والتمبريتشر، ملهاش اي علاقة ولا بالاف ولا بالفي ولا بالدي ولا باي حاجة، وبناء عليه remain constant مش هتتغير. for wooden plates عندهم اريات مختلفة placed على surface of liquid، وانا عايز امشيهم بنفس الفيلوسيتي، يبقى larger area محتاجة larger force، يبقى F1 اكبر من 2 من 3 من 4. جميل. tube عندي of area tube of water، الاريا بتاعتها decrease للكورتر، قللنا الاريا للكورتر، يبقى الفيلوسيتي هيحصل لها ايه؟ الفيلوسيتي تزيد 4 اضعاف. فلما انا اخد ال VN دي الصغيرة على ال V out اللي هي اكبر ب4 اضعاف، يبقى يطلع الناتج كام؟ كورتر. كلام جميل. velocity of liquid in tube is measured، قسناها. the value of velocity at certain point في لحظة كانت 8، وفي لحظة تانية عند نفس البوينت 9. ده اكيد مش steady flow، في الستيدي تفضل زي ما هي السرعة ما تتغيرش ابدا، يبقى ده turbulent flow. جميل. two volumes of different liquids through two tubes، ماشيين في two tube مختلفين. the ratio between their densities 1 to 4، والvolume of the first liquid twice the volume of the second liquid and mass of the flow is constant. يبقى الريشيو ما بين التايم 1 والتايم 2 يطلع بكام؟ طب تعالى كده نشوف الاكزامبل ده. هو بيقول mass rate of flow يبقى density في QV بتساوي density في QV.
يبقى density 1 volume 1 time 1 تساوي density 2 volume 2 time 2. هنقل الكلام هنا. density 1 to 4 1 to 4. the volume of the first هو الكبير يبقى 2 to 1 وادي time 1 وادي time 2 وعايز time 1 to 2 ده هيطلع فوق يبقى ده ينزل تحت يبقى 2 على 4 تطلع بهاف يبقى الكوريكت انسر عندي هو C. Tube enters the house if you know that the velocity of exiting water يعني 16 time entering V out على VN 16 to 1. So the ratio between radius of the tube entering عايز radius in على radius out زي الفل هو بيساوي روت الكلام ده. خلاص فتطلع 4 to 1. جميل. لازم tube enter تبقى اكبر من التيوب الاوت عشان خاطر ان السبيد تزيد. الكويستشن اللي بعده عندي الفيجر اللي قدامي بيوضح several equal different liquids. الفيسكاستي بتاعت الام greater than z greater than x greater than y فالy هو least viscous. which of the container firstly collected in container هو دوت الواي هو اكتر واحد هينزل اسرع يبقى بي. هنا بيقول لي two plates بيمشوا على surface of liquid by same velocity. جميل. ده V وده V. الدي ثابتة والفيسكازيتي ثابتة بس الاريا مش ثابتة والفيلوسيتي ثابتة يبقى الفورس related to area. طب related direct ولا inversely؟ هي بتساوي viscosity في A في V على D يبقى العلاقة ما بينهم direct يبقى F related مع الاريا يبقى FA على FB أكيد بتساوي اريا A على اريا B. طب اريا ال A ب 2x في x يبقى 2x سكوير وبتاعت ال B x في x ب x سكوير تطلع 2 to 1 يبقى الكوريكت انسر 2 to 1. هنا بيعبر عن علاقة ما بين ال velocity وال distance from the lower plate. خلاص كده ايوه فيبقى الكوريكت انسر نمبر 2. قبل كده عدى علينا وما كانش قدامنا غير الجراف ده انما الكوريكت انسر هو دوت العلاقة ما بينهم دايركتلي. كل ما ابعد كل ما الفيلوسيتي increase لان الفيلوسيتي بتساوي اف دي على viscosity في اريا فالعلاقة هتبقى على طول ما بين دول دايركتلي فيبقى الكوريكت انسر عندي هو figure number 2 يبقى الانسر A. last question عندنا يا جماعة يقول during exam of precipitation test ال SRT معدل الترسيب 3 person ال first infected by rheumatic fever والتاني كان by anemia والتالت healthy good. جميل. يبقى الأولاني والتاني والتالت ده هيبقى ال precipitation بتاعه normal. الأولاني هيبقى fast واللي عنده انيميا هيبقى slow. بيقول the terminal velocity of falling of red blood cells is maximum في مين؟ في الأولاني اللي عنده rheumatic fever. خلاص واحنا كنا شارحين السبب ان الفيلوسيتي بتزيد بزيادة الفوليوم وعندي في الروماتيك فيفر كرات الدم الحمراء بيحصل لها كوجوليشن مع بعض فبتديني larger ball فتنزل بسرعة أسرع من الأنيميا اللي بتتكسر وبتبقى صغيرة. بكده حبايبي يبقى خلصنا الريفيجن بتاعت الإكزام نايت. كل سنة وانتم طيبين واشوفكم على خير في الترم القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بفكرك ان انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك النوتيفيكيشن بتاعتنا اول باول.